السلام عليكم، ازيكم؟ انا يوسف. ده باذن الله هيكون اول فيديو هنبدا باعلانات يوتيوب. ان شاء الله كل فيديو هيكون شامل حاجه او اكتر من حاجه، واحنا ماشيين كده خطوه بخطوه يعني في الاعلانات. باذن الله هنبدا من اول البدايه خالص لحد ان شاء الله مستوى كويس جدا. ما تنساش ان انت لو عندك اي تعليق او اي نقطه بالتحديد عايزني اوضحها اكتر او حتى مثلا اشرحها بطريقه تانية، قول لي في التعليقات وان شاء الله انا هعمل لها فيديو حتى مخصوص باذن الله. دي كده هتكون أول حلقة عن يوتيوب بإذن الله. أول حاجة هنتكلم عن إزاي نربط قناة اليوتيوب بتاعتنا بالحساب الإعلاني، لأن زي ما احنا عارفين إن يوتيوب فهو فرع من فروع جوجل، فاحنا كل تعاملنا هيكون عن طريق الداشبورد العادية بتاع جوجل ادز عادي خالص. الفكرة كلها إن احنا بنيجي ونختار يوتيوب. فهي دي النقطة. أنا بس حابب إن احنا نجيب حساب جديد، لأن الحساب ده كان في اكتر من عملية ربط قبل كده، الدنيا فيه بتكون اسهل. تمام جدا، نبدأ مع الحساب ده. الحساب ده يعتبر جديد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة المفروض ان احنا بنربط القناة بتاعتنا، خصوصا ان احنا اللي بيقابلنا في الاول بيكون انا معايا حساب اعلاني مربوط بحاجة مثلا جيميل معين او حاجة زي كده، والقناة في الاغلب بتكون قناة عميل، مش بتكون قناتي الشخصية. ده أغلب الكيس يعني اللي احنا بنقابلها. فعشان نبدأ نربط في المثال ده، عشان نعرف نعمل إعلان يوتيوب، أول حاجة بنيجي عند Tools Data Manager، وبعدين بننزل تحت، باجي هنا عند Link Channel، وبعدين لو أنا كنت رابط قبل كده في قناة يوتيوب فهو طبعا بيقترحها عليا. لو انا هربط قناة تانية فهجيب لينك القناة التانية واحطه هنا. طبعا انا هجرب على القناة بتاعتي، ودي اللي بكون معلم عليها، وبعدين نيكست. طبعا انا هنا بحط الايميل ادرس بتاع القناة اللي هي مربوطة بيه، فهحط الايميل ده اللي مربوط بالقناة، بما اني المفروض عارف القناة دي مربوطة بايميل ايه، او بسأل الاونر بتاعها. وبعدين نيكست بيديني البيانات، وبعدها بدوس على لينك. هنا بيقول لي لينك ريكويستد، اللي هو كده المفروض يبعت لصاحب القناة ان انا اعمل لينك بين القناة بتاعته وبين الحساب الاعلاني بتاعنا. هنا طبعا بعد ما انا فتحت الميل اللي هو مربوط بالقناة، جاي لي فعلا ميل بالفعل ان في شخص طالب ريفيو لينك ريكويست، وبيكون كاتب اسمه والحساب الاعلاني طبعا، وكمان الايميل بتاع الشخص اللي هو عليه حساب جوجل. فبعمل ريفيو، بيفتح معايا القناة وبيقول لي انتر لينك نيم. هنا انا بسمي اي اسم عادي خالص، لو عايز اشيل حاجة من دول بشيلها، الفيو كاونتس او ريماركتنج او الانجيجمنت، كل الكلام ده انا بسيبه زي ما هو عادي خالص. وبعدها بعمل لينك. بعد ما بعمل لينك بيقول لي اكونت لينك سيفد، كده العملية تمت. هرجع بقى على اكونت جوجل على نفس الصفحة حتى اللي احنا كنا واقفين فيها. لو جيت عملت ريفريش لقيت ان القناة اتربطت بالفعل. يبقى كده انا عملت اول خطوة اللي من غيرها مش هعرف اعمل طبعا اعلان يعتبر على يوتيوب، وهو ان انا ربطت القناة. طبعا في الفيديوهات الجاية هنعرف ازاي نعمل اعلان على يوتيوب وايه الفرق بينهم، وهنتكلم في شوية تفاصيل اكتر باذن الله. طبعا انا اقدر اربط على الحساب الاعلاني الواحد اكتر من قناة، مش مجرد قناة واحدة بس. اقدر اعمل نيو لينك ولينك تشانل، وهدخل قناة تانية وهمشي في نفس البروسيس اللي احنا لسه عاملينها، وهربط قناة واتنين واكتر من كده عادي خالص على الحساب الاعلاني. دي النقطة الاولى، يعني ما فيهاش اي مشكلة باذن الله. النقطة التانية، لازما في كل الاحوال قناة اليوتيوب او الايميل بتاعها بالتحديد بتتدخل في قبول الريكوست. يعني انت لمجرد ان انت مش عارف توصل للاونر او توصل للايميل اللي مربوط بالقناة او ما شابه ذلك، في الاغلب مش هتقدر تربط الحساب الاعلاني بتاعك بالقناة ابدا. فلازم في كل الاحوال وانت بتعمل عملية الربط يبقى انت قادر توصل على الاقل للشخص اللي معاه الايميل بتاع قناة يوتيوب.
بس كده دي يعتبر اهم الحاجات في الربط. وان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن ازاي بقى نعمل اعلان يوتيوب والفرق بينهم. اشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.